السلام عليكم. النهاردة الفيديو بتاعنا هيتكلم على فوائد وأضرار الفواكه للسلاحف البرية. هل الفاكهة مفيدة للسلحفة ولا مضرة؟ لأن في ناس كتير جدا بيقولوا الفاكهة ممنوعة عن السلاحف وما ينفعش إن احنا نديها للسلاحف وخطر على السلاحف. فأنا بقول لهم لا، طبعا غلط. الفواكه مصدر غني جدا بالفيتامينات، خصوصا فيتامين ايه الضروري جدا لصحة عيون السلحفة. وكمان بترطب الجسم عشان الفواكه غنية بالماء، فبيساعد على ترطيب جسم السلحفة خصوصا في الأيام الحارة. وكمان لو السلحفة ما بتشربش مية بتكتفي بالمية اللي بتبقى في الفواكه. وكمان مصدر طبيعي للطاقة لأنها بتحتوي على سكريات طبيعية، فبتمنح السلحفة طاقة سريعة ومفيدة أحيانا للسلاحف الصغيرة، بتديهم طاقة. وكمان لو السلحفة عندها فقدان للشهية ممكن نديها قطعة من الطماطم كده زي ما حضراتكم شايفين، أو قطعة من الفواكه عشان تفتح نفسها. طيب، يعني معنى كده ان احنا نعتمد اعتماد كلي وجزئي على الفواكه في النظام الغذائي بتاع السلاحف؟ لا طبعا، ما ينفعش خالص. حتى الطماطم ما ينفعش خالص ان احنا نكتر منها للسلاحف، برغم ان السلاحف بتحب الطماطم جدا. بس ما ينفعش، ممكن نديهم قطعة صغيرة عشان نفتح نفسهم للأكل، وبرضو نديهم قطعة صغيرة من الفواكه عشان نفتح نفسهم للأكل. طيب، هنيجي بقى للبطيخ. ايه فوائد البطيخ للسلاحف؟ خصوصا ان احنا في فصل الصيف والبطيخ كتير جدا والسلاحف بتاعتنا بتحبه كتير جدا زي ما حضراتكم شايفين كده. بس ازاي نقدمه وازاي السلاحف تاكله؟ طبعا احنا بعد ما بناكل البطيخ بنقدم القشر بتاعه للسلاحف زي ما حضراتكم شايفين كده. بس ما ينفعش ان احنا نقدم الجزء الاخضر ده، لان الجزء الاخضر ده ممكن يعمل لها مشاكل في الهضم. وكمان البذور بتاعة البطيخ ممكن تعمل لها انسداد في الأمعاء بتاعتها، فاحنا بنستبعد خالص البذور والقشر الأخضر. طيب، احنا بنقدم لها البطيخ ازاي؟ بنقدم لها الجزء الأحمر مع الجزء الأبيض. طبعا البطيخ بيحتوي على نسبة عالية جدا من الماء، أكتر من 90%، فده بيساعد جدا في أيام الحر على ترطيب جسم السلحفة. فمهم جدا ان احنا نديهولها. وكمان طعمه حلو فالسلاحف بتحبه. وكمان في فيتامين A وفيتامين C، وفي بعض المواد المضادة للأكسدة والمفيدة للصحة العامة للسلحفة. طيب، يعني احنا نقدم البطيخ ازاي للسلحفة؟ طبعا احنا بنقدمه بكميات صغيرة لان البطيخ غني بالسكر، والافراط فيه بيسبب مشاكل في الهضم، وكمان ممكن يسبب سمنة. وما ينفعش ان احنا نستخدمه كغذاء اساسي سواء البطيخ او الفواكه، ما ينفعش خالص. احنا بنقدمه كجزء بسيط من النظام الغذائي المتوازن والغني بالخضروات الورقية. يبقى احنا نقدم للسلحفة فواكه لانها بتحتوي على فيتامين A و C و K اللي بيدعم جهاز المناعة عند السلاحف. طبعا لو جهاز المناعة قوي عند السلاحف معنى كده ان هو بيقدر يحارب اي مرض، والسلحفة ما بتبقاش فريسة سهلة لأي مرض. يعني احنا نقدم للسلاحف الفواكه جزء صغير جدا مرتين بس في الشهر، او مرة واحدة او مرتين، مش اكتر من كده، بكميات صغيرة. يعني مثلا لو هنقدم لها فراولاية نقدم مثلث صغير من الفراولة، الخوخ نفس الحكاية، التفاح نفس الحكاية، يا دوب شريحة صغيرة جدا. اما اللي نهتم بيه هو الخضروات. وكمان ما نعتمدش على نوع واحد بس من الخضروات، لا، لازم التنويع عشان السلحفة تاخد كمية الفيتامينات اللي جسمها محتاجها. يا رب الفيديو ينال اعجاب حضراتكم. لو لسه مكملين معايا الفيديو لغاية دلوقتي ما تنسوش بقى تعملوا اللايك الحلو وتصلوا على سيدنا محمد في الكومنتات. والى اللقاء في فيديو جديد بإذن الله. السلام عليكم.